الطريقة. ودلوقتي هنجيب بولة ونحط فيها 400 مللي من اللبن أو كوبايتين من اللبن. طبعا يا جماعة احنا هنجيب بولة ونحط فيها بودرة الآيس كريم ونحط فيها اللبن. بعدين هنفضل نقلب 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 بالمضرب اليدوي لحد ما تعطينا قوام. ونقلب 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 ونقلب. لحد ما تعطينا الشكل ده. وطبعا هنقعد نقلب 5 دقايق بالمضرب اليدوي. ونقلب كمان شوية كتار جدا 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 جدا، وهتبقى معانا بشكل جميل جدا، وكل يوم هتعملها لأولادكم. ونقلب شوية كتار وهتدي معانا بالشكل الجميل ده. وبعدين نحطها في العلبة بتاعتها وبعدين نحطها في الفريزر. هنفضل بقى نحطها في العلبة بتاعتها وبعدين نحطها في الفريزر شوية كتار جدا جدا، يعني حوالي كده 5 ساعات 6 ساعات 4 ساعات اي حاجة من دي. وبعدين هتدينا الشكل الجميل ده، وكل يوم هتعملوها يا اصحابنا الجميل. وطبعا يا جماعة اللي عايز يشتري صوص بالشوكولات يشتري يحط عليها، يبقى طعمه حلو جدا 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 وشكلها تحفة وكان طعمها رائع جدا. وكمان للي هيعملها باللبن هتبقى مغذية جدا للأطفال.